فكرت بقى ان السوق ممكن اجيب ال1000 جنيه بتاع السوق اعمل بيه ايه، اشيل منهم 250 جنيه اشتري بيهم حاجات للتفريزات. فاهمين ازاي؟ يعني اجيب مثلا ب50، اجيب 2 كيلو مثلا باميه، واجيب مثلا ملوخيه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بيكم معايا في فيديو جديد. النهارده الفيديو بتاعنا ميزانيه 4000 جنيه. انا عايزه اقول حاجه بس، احنا مش فاشلين في تنظيم الميزانيه بتاعتنا، او ان احنا مش عارفين نقسم الميزانيه بتاعتنا والمبلغ كبير. بالعكس، احنا الاسعار كل يوم بتختلف، والمتطلبات الولاد بتختلف من بيت لبيت، وكمان متطلبات الازواج. يعني مثلا ممكن انا اقضيها كده وارتاحي الاسبوع كله، في ناس تانية لا لازم مرة او اتنين، وفي ناس تانية لا عايزين لحوم طول الاسبوع زي ما اتعودوا. الغلا اللي حصل ده حصل علينا فجأة، مش اللي هو مترتب، يعني مش متراكم، لا. فجأة لقينا كل الدنيا يعني اتعكت في بعضها. فاهمين ازاي؟ فانت مش فاشله ولا اي حاجه في ان انت تقسمي ميزانيه بيتك. كل الحكايه ان الاسعار اختلفت، والولاد اتعودوا على حاجات وتقسيمات، يعني وحاجات في التلاجة كانت موجوده فجاه مش موجوده. فعشان كده يعني انت مش فاشله. طيب ميزانيتنا 4000 جنيه، نقسمها ازاي، وايه احسن طريقه لتقسيم الميزانيه ال 4000 جنيه، سواء شهري ولا اسبوعي ولا ايه بالظبط. بصوا يا حبايبي، اولا انا قسمت ميزانيه بيتي بالطريقه الاسبوعيه الشهر اللي فات، عشان خاطر حصلت معايا ظروف والمرتب بتاعنا منزلش في الفيزا، فما قبضناش. فحبيت ازق نفسي بصراحه كده، حبيت ازق نفسي بحوالي كانت 2000 جنيه او 2200 حاجه كده يعني. يعني غصب عني كده، يعني من الظروف، يعني فاهمين ازاي. وما حبيتش اصرف كل الفلوس، عشان حبيت لربما احتاج اي حاجه تانية ولا حاجه كده. طيب الشهر ده بقى، وكانت عندي الحمد لله خزين بيت سمنه وزيت ورز وكلام من ده، فزقيت الشهر بيهم الحمد لله. والحمد لله سترت معانا. طيب الشهر ده انا ليه قسمت الميزانيه بتاعتي زي ما عملت معاكم الفيديو شهري، وكل اسبوع شلت له مبلغ، علشان خاطر انا يعني انا كنت عايزه اقسمها بالاسبوع، بس كان ناقصني حاجات كتير، اللي هو كان ناقصني سمنه، كان ناقصني زيت، كان ناقصني رز. يعني انا زقيت الشهر اللي فات، بس جه على حساب الشهر ده اللي هو مفيش باقي ليا الشهر ده. فعشان كده يا حبايبي جبت شويه طلبات شهريه اللي هو تمسك معايا يعني فتره في الشهر، وشلت فلوس للاسبوع اللي هو 400 جنيه، شلتهم عشان خاطر ما يمسكوا معايا برضو ايه الاسبوع، اللي هو في الاسبوع لو احتجت اي حاجه للفطار او الغداء او العشاء يكون معايا 400 جنيه احتياطي. فاهمين ازاي؟ فعشان كده الميزانيه طبعا كل واحده عايزه تقسم ميزانيتها شهريه او اسبوعيه بتقسمها زي ما هي عايزه. لكن انا طبعا كل واحده بتحصل لها ظروف، وكل واحده يعني بتحصل لها اي حاجه، فبتحاول تقسم الميزانيه بتاعتها على حسب احتياجاتها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا بينا بقى نشوف الميزانيه بتاعتنا ال 4000 جنيه. طيب ال 4000 جنيه انا هقسمها ازاي؟ افضل طريقه لتقسيم ال 4000 جنيه بعد تفكير وتمحيص وكده، اللي هو طيب تعالوا الاول نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه هعملها ان انا هشيل 1000 جنيه منهم للخضار للسوق. فاهمين ازاي؟ يعني كل اسبوع 250. طب ليه 250 مش اقل من كده؟ اولا البطاطس ب20، الطماطم كيلو، الكيلو ب15، وبالعافيه يدوكي 3 كيلو او 2 كيلو ونص مثلا ب30. الجزر لسه سهل عليه ب20، انا ما جبتهوش الاسبوع اللي فات لان اصلا ما كانش هتكفي الميزانيه بتاعتي. الفلفل الكلام من ده. وعايزه اقول لك الخضار، طول ما الخضار مليان عندك في التلاجة، عندك طماطم، عندك بطاطس، عندك فلفل، عندك بتنجان، عندك هتطلعي اي اكله. يعني من الكلام ده كله، من الخضار ده كله هتطلعي اي اكله. طيب عايزه تجيبي مثلا، عايزه تجيبي باميه، هتجيبي بدل ما تجيبي نص تجيبي كيلو وتشيليه في الفريزر. انا عارفه ان انت مثلا هتقولي ممكن اجيب نص كيلو باميه وال15 التانية، مثلا في ناس اللي عندهم 25، في ناس عندهم ب30. هتشيل ال 15 جنيه مثلا تحوشيهم. طب ما انت تخزنيها اللي جاي عليك رمضان، وجاي عليك بعدين الشتاء يعني، وهتحتاجي باميه وتحتاجي خضار تعمليه.
فاهمين ازاي؟ فانت فرزيها، هاتي ب 15 جنيه، ال 15 جنيه هاتي بيها باميه وفرزيها. لما تشيلي حاجات في الديب بتاعك او في الفريزر بتاعك وتشيلي خضار، انا متهيألي الخضار احسن من الفلوس. يعني انا لو شلت خضار بالمبلغ بتاعي يعني احسن من الفلوس. اللي هو لو جبت 2 كيلو طماطم او جبت 5 كيلو طماطم وشلتهم في الفريزر احسن من ان انا اشيل فلوس، لان الفلوس دلوقتي قيمتها بتقل، لكن الخضار والحاجه عندك هتستر بيتك. طيب 250 جنيه للخضار. خضار، ممكن انتي عايزه تشتري فاكهه، ممكن عايزه تشتري اي حاجه من ضمنهم. يعني المهم انهم 250 جنيه، ما يكونوش اقل من كده. يعني لو عايزه تكون اقل من كده هاتي، بس الميزانيه بتاعتك 4000 جنيه حلوه، يعني مش وحشه. فاهمين ازاي؟ وبعدين احنا عايزين نزق الايام. طيب هيفضل معانا 3000 جنيه. ال 3000 جنيه هتقسميهم ازاي؟ مش هتنزلي تشتري بيهم كل طلباتك الشهريه، لا هتنزلي، لا هتقسمي المبلغ. يعني 3000 جنيه هنخليهم 1500 جنيه كل 15 يوم، وهنا كمان 1500 جنيه كل 15 يوم. طيب ليه كده؟ علشان خاطر هتجيبي طلبات بيتك كلها بالشهر. الولاد مثلا في حاجه نقصت عندك، او في مثلا حاجه في خزين البيت انت ما خدتيش بالك منها خلصت، هيكون معانا 1500 جنيه نقدر نشتري بيهم اللي احنا عايزينه باقي ال 15 يوم الباقيين. هتمشي في ال 15 يوم دول بال 1500 جنيه. 1500 جنيه على فكره حلوين مش وحشين، في الايام دي حلوين قوي مش وحشين. طيب ال 15 يوم الباقيين هيكون معاكي فلوسهم على جنب. مثلا الولاد عايزوا اكله انت مش عامله حسابك عليها. مثلا عايزه تغيري للولاد في الاكلات، عايزه تجيبي اي حاجه تانية. يعني اي ظروف بتحصل كده تقدري ان انت تغيري وتبدلي. طيب ال 1500 جنيه دول اول ما تدخلي بيهم السوبر ماركت، على فكره انا بحط نفسي مكانك. يعني اول ما ادخل السوبر ماركت مش هدور على الكاتشب والجبنه الموتزاريلا والجبنه الكلام ده، لا. اول ما تاخدي ال 1500 جنيه هتجيبي الدقيق. وانا قلت قبل كده لما تحبي توفري في الدقيق، انا قلت قبل كده لما تحبي توفري في الدقيق تقدري تجيبي الدقيق بتاع التومين بتاعنا على بطاقه التومين بتاعك واخبزي في بيتك، احسن كتير من ان انت تجيبي عيش. طيب لو برضو مش بتجيبي العيش ومش بتجيبي التومين وبتجيبيه كده اهو، هاتي الدقيق وبيعيه. يعني بيعي ال 20 كيلو دقيق او ايا كان الدقيق اللي انت بتاخديه، بيعيه هتستنفعي بفلوسه. ادخلي على اي جروبات من جروبات القريه بتاعتكم، هتلاقي في ناس عايزه تشتري، يعني مش بتاخد دقيق تبع التومين، عايزين يشتروا دقيق، فبيعي لهم الدقيق بتاعه. هتوفري كتير. هاتي الدقيق بتاعك ليه؟ اولا هتوفر معاك في الميزانيه. ثانيا عيشك في تلاجتك. ثالثا الدقيق، يعني الدقيق بيمسك معاكي فتره، مش بيقعد معاكي الشهر بس، لا ده بيقعد. يعني 20 كيلو انا عندي الحمد لله بيقعدوا معايا فتره، وبعمل منهم كيكه وبعمل منهم مخبوزات وبعمل منهم كل حاجه، وعملتها معاكم قبل كده. فاحسن حاجه تدوري عليها هو دقيق. طيب اول ما تدخلي السوبر ماركت هاتي دقيق، هاتي هاتي رز. طيب انا عندي دقيق، مش عايزه رز، عندي دقيق وعندي رز. هاتي كيلو واحد من الدقيق وكيلو واحد من الرز، وباقي الفلوس بتاع، يعني انا مش هقولك هاتي ايه وهاتي ايه، عشان الاسعار كمان بتختلف من مكان لمكان. اللي هو انا جايبه الدقيق ب25، في ناس جايباه ب18، وفي ناس تاني جايباه ب30. فانا مش هقولك على الاسعار، انت اقعدي كده افرزي الخزين بتاعك وافرزي انت عندك ايه من السوبر ماركت وعندكش ايه، واكتبي كل طلباتك في ورقه. طيب انا مثلا عندي زيت، او مثلا اول 15 يوم هنجيب منهم الزيت بتاع التومين اللي هو ازازتين زيت، فانتي تمن ازازتين الزيت هاتي بيهم علبه سمنه كبيره اللي هي 3 كيلو. تمن ازازتين الزيت هاتي بيهم مثلا رز، زودي رز، بدل ما تجيبي 2 كيلو رز او 3 كيلو رز هاتي 5 او هاتي 6 كيلو رز يمسكوا معاكي شهر وشويه. بدل ما تجيبي مثلا عندك مكرونه، خلاص بدل ما تجيبي مكرونه، عندك مكرونه قلم ومكرونه، هاتي زودي في المكرونه الاسباجيتي. يعني كل ما تكتبي طلباتك شوفي لو موجود عندك ايه يكفي معاك ال 15 يوم، يبقى زودي في الحاجات الاساسيه. اهم حاجه الحاجات الاساسيه، بعدين بقى لو فضلت فلوس بقى هاتي الولاد كاتشب وجبنه موتزاريلا والطلبات دي هتفرق معاكي قوي. طيب بالنسبه للحوم،
انت ممكن برضو قبل ما تنزلي تاخدي معاكي 1000 جنيه بس، تشتري بيهم طلبات الخزين بتاع البيت لمدة 15 يوم. يعني مثلا 2 كيلو رز، على 2 كيلو، على كيلو على كيلو مثلا مكرونة، على كيلو شعرية، على كيلو على لازم نص كيلو فول، طبعا نص كيلو طعمية. ده هيفرق جدا في الميزانية بتاعتك. المعجنات بتفرق جدا في الميزانية بتاعتك. طيب ال 500 جنيه بقى خليهم، ال 500 جنيه بقى خليهم لايه؟ خليهم اشتري بيهم اللحوم. شوفي بقى لو عندك حاجة فاضلة عندك من العيد مثلا. انا عن نفسي عندي، فانا قسمتهم كل اسبوع هعمل منهم حاجة، يعني مش على طول، مش كلهم مرة واحدة. ال 500 جنيه بقى تقدري عايزة تجيبي، هاتي بيهم لو يعني لو صدر الفرخة والوراك والكلام من ده بيهدر في الميزانية. فانتي ال 500 جنيه هاتي فرخة كبيرة. مثلا لو عندك مثلا دلوقتي خزين حاجة من عيد الضحية، هاتي فرخة وقسميها. يعني مثلا انا هستعمل نص الفرخة الاسبوع ده ونص الفرخة الاسبوع اللي جاي. مثلا هاتي الفرخة في حدود 250، في حدود 250، يعني يعني الرنج العالي يعني 250. طيب لو هتفضل معايا مثلا كام؟ 150 جنيه مثلا، هاتي بيها نص كيلو لحمه مفرومه، هاتي بيهم 2 كيلو سمك، او هاتي كيلو ونص مثلا سمك. هتفرق معاكي. وخصوصا 4 افراد. حاولي تجيبي السمك كمان اصغر شويه، ما تجيبيهوش الكبير. هتفرق جدا معاكي. ويعني كل واحد مثلا سمكة او 2 او حاجة كده، هتفرق معاكي في الميزانية وهتغيري في الاكلات. طيب كده اول 15 يوم هتعملي نفس اللي عملتيه ال 15 يوم الباقيين. برضو شوفي اللي فاضل عندك من ال 15 يوم الاولانيين، زودي عليهم بس حاجات بسيطة. يعني ما تنزليش كده بتقيلك، لا. زودي عليهم حاجات بسيطة. وعايزة اقولك على حاجة، فيهم بركة. بيكون لما تقسمي الحاجة على 15 يوم بيكون فيهم بركة. اولا ال 15 يوم التانيين من الشهر بيكون معاكي فلوس بتعمليهم معاملة ال 15 يوم الاولانيين بتوع الشهر. يعني مش اخر الشهر حاجة ومش اول الشهر حاجة. تاني حاجة، لما بتروحي تشتري طلباتك بتغيري في الاكلات. لا، انا عملت اكلات كذا في ال 15 يوم الاولانيين، هعمل اكلات كذا في ال 15 يوم التانيين. مثلا الولاد في اكلات بتعجبهم مثلا اول 15 يوم، لا مثلا احنا عايزين كبده، انت عملت لهم كبده ال 15 يوم الاولانيين، هاتي لهم كبده ال 15. يعني هيكون معاكي فلوس. اقصد ان انت هيكون معاكي فلوس لحد ال 15 يوم الباقيين ما يخلصوا. الخضار، انا لما اول مره عملت فيها الميزانيه بتاعه النص شهريه، اشتريت الخضار 15 يوم بس. طبعا ما قلت لكم قبل كده ان هي ما نفعتش موضوع ال 15 يوم، فعشان كده خليت الخضار ال 250 جنيه للسوق. املي تلاجة الخضار، خزني خضار، طماطم وباميه وملوخيه وكلام من ده. خزنيه. قومي تلاجتك من الخضار، هتلاقي نفسك اللي هو مثلا انت عامله فول، بدل ما تعملي فول بس هتعملي فول وبتنجان وبطاطس. بدل ما تعملي مثلا طعميه بس هتقطعي طماطم جنبها، وتقطعي مش عارفه ايه. مثلا جيتي اخر الشهر واخر اسبوع مثلا ما عندكيش الطماطم غاليه، واضطريتي ان انت تشتري كيلو طماطم بس او 2 كيلو طماطم بس، هيكون عندك صلصه تقدري تفرزيها. طيب انا برضو فكرت في حاجه تانية. فكرت ان السوق ممكن اجي ال1000 جنيه بتاع السوق اعمل بيه ايه؟ اشيل منهم 250 جنيه اشتري بيهم حاجات للتفريزات. فاهمين ازاي؟ يعني اجيب مثلا ب50، اجيب 2 كيلو مثلا باميه، واجيب مثلا ملوخيه على يعني احنا عندنا الرز ب5 مثلا ولا حاجه كده. هتقدري تجيبي بيها ملوخيه تقسميها للاسبوع كله. تنشفيها او تخزنيها للايام الجايه للشتاء يعني. تخزنيها خضراء او تنشفيها زي ما انت حابه. كمان ممكن هتقدري تجيبي طماطم. يعني هاتي طماطم وتخزنيها بال250، وتقسمي باقي ال1000 على ال4 اسابيع. هيكون عندك الطماطم بتاعتك، هتكون عندك الباميه بتاعتك، هتكون عندك الملوخيه. هاتي مثلا فلفل وخزنيه، حطيه في الفريزر للشاورما او لاي حاجه من كده. لما تعوزي بقى فلفل، هتضطريش تشتري غير نص كيلو فلفل بس.
بس كده حبايبي. ادي 400 ال 4000 جنيه اللي قسمتها معاكم. بصوا يا حبايبي، عايزه اقول لكم حاجه. لما تاخدي المبلغ ال 4000 جنيه، طبعا هتطلعي منهم صدقه. لازم قبل ما تروحي تشتري اي حاجه طلعي منهم صدقه لله. او مثلا خدي ال 15 ال 1500 جنيه وانت نازله تشتري طلباتك من السوبر ماركت، حاجه كده لله. وانت نازله السوق برضو حاجه كده لله. مثلا في حد جنبك يعني مش محتاج وكلام من ده، وعملت طبخه، مش الطبق مش هيفرق معاكي. يعني الطبق لو فيه شويه، حتى لو كشري، حتى لو اي بصاره مثلا، اي حاجه للناس اللي قاعده في الشارع دي، اعملي لهم اي حاجه كده في طبق ولا حاجه، وطلعيها لله، هتفرق معاكي جدا. وان شاء الله ان شاء الله لو عوزتوا اي ميزانيات قولوا لي. بس انا قلت لكم على الميزانيات اللي يعني الطريقه اللي تقدري بيها تقسمي الميزانيه بتاعتك من غير ما تحتاجي لاي حد ان هو يقسمها لك. طيب يا حبايبي، اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. اتمنى منكم الاشتراك في القناه ولايك للفيديو، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.